الناس والجيران على ما استوعبوا اللي حصل كان هو نزل فوقيها ومسك راسها وفصل راسها عن جسمها. مراته مذبوحة والدم مالي المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا النهاردة حصلت في قرية من قرى محافظة الشرقية. سامية عندها 27 سنة، متجوزة من 8 سنين من شاب اسمه أحمد اللي عنده 35 سنة. أحمد لما تقدم علشان يخطبها أهلها فرحوا بيه جدا لأنه شاب مجتهد وعنده شغله الخاص، فاتح محل بيبيع فيه سماد، وكمان عنده مشتل، شريك في مشتل، وكان شغال كويس وملتزم. المهم أخلاقه كويسة جدا، فوافقوا عليه واتجوزوا. سامية بنت ناس كويسين، مؤدبة ومحترمة وجميلة ومتدينة، ومعاها دبلوم تجارة. وبعد ما خلصت دبلوم قعدت في البيت ما اشتغلتش لأن أهلها مش محتاجينها تشتغل، لحد ما شافها أحمد واتجوزوا. تمر الأيام والحياة مستقرة والأسرة سعيدة، ويخلفوا ولد، وبعد سنتين يخلفوا كمان بنت، والحياة ماشية زي ما قلنا ما فيهاش أي مشكلة خالص، فقط الخلافات العادية بتاع الحياة. أحمد بعد ما جات له البنت سبحان الله ابتدى الرزق يزيد ما شاء الله، وجاب عربية ابتدى يوزع بيها شغله، والحياة بقت جميلة جدا. وفجأة بعد حوالي سنتين من الحالة الكويسة دي أحوال أحمد ابتدت تتغير. أول حاجة بقى العربية، وبعدين خرج من الشراكة في المشتل، وبعدين ابتدت البضاعة اللي عنده تقل في المحل بشكل ملحوظ، والمبيعات طبعا تقل. وسامية مستغربة ايه الأسباب، وهنا تكتشف إن أحمد اتعرف على واحد من زباينه اللي عرفه طريق المخدرات. وهنا تبتدي الكارثة. المخدرات للأسف دي بداية السقوط. ابتدى يهمل في شغله زي ما قلنا لحد ما قفل المحل تماما، وابتدت ما بينهم المشاكل والخناقات، لأنه طبعا ما بقاش يصرف على البيت، وعلى طول بيستلف 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 من الناس. سامية حاولت تتكلم معاه كتير علشان يرجع لشغله تاني ويقف على رجله علشان أولاده، ولكن للأسف هو دخل في السكة اللي ما فيهاش رجوع. ومع الوقت اشتكت طبعا لأهله اللي كانوا بيحاولوا يساعدوه علشان يرجع لشغله تاني، وكانوا دايما بيغلطوه ويقولوا له ان مراتك عندها حق في كل مشكلة تحصل ما بينهم. وهو للأسف كان بيعند ويستمر في اللي بيعمله، سواء في تعاطيل المخدرات بأنواعها أو الخناقات اللي كانت بتوصل أحيانا للضرب. كان بيضربها فكانت بتروح لأهلها، كانت تقعد عندهم شوية، وبعدين في كل مرة كان بيروح يصلحها ويرجعها، مع إن أهلها كانوا بيشترطوا عليه إنه ما يزعلهاش تاني. ولكن ما يعديش كام أسبوع ويرجع تاني لنفس المشاكل ونفس الضرب والإهانة. ومع تكرار الموضوع ده هي نفسها زهقت من مروحها عند أهلها، فقالت خلاص أنا استحمل وهفضل معاه جنب ولادي، يمكن ربنا يهدي. وطبعا تعدي الأيام ومفيش أي فلوس. طب الأولاد ياكلوا منين ويشربوا منين ويروحوا مدارس إزاي؟ ده حتى لما حد فيهم بيعيا ما بيلاقوش يجيبوا لهم دواء. فاضطرت إن هي لأول مرة تنزل تشتغل. اشتغلت في مصنع تعبئة وتغليف عن طريق واحدة صاحبتها، وده مش محتاج مهارة معينة، إنما المهارة بتكتسبها مع الوقت. فكانت بتشتغل من الصبح ترجع آخر النهار، وكانت بتقبض كل أسبوع، فكان آخر الأسبوع بيبقى مستنيها علشان ياخد منها الفلوس يجيب بيها المخدرات. وتحصل طبعا خناقات ومشاكل وضرب، وتروح تقعد عند أهلها برضو كام يوم وهو يرجعها، نفس النظام القديم، لغاية ما زهقت وقالت لهم أنا مش قادرة استحمل، أنا عايزة أتطلق. وهنا طبعا أول ما سمع كلمة الطلاق راح قال لها أنا مش هطلقك أبدا، وبعدين أنت خلاص بقيتي تشتغلي وعرفت طريق الشغل وعرفت تصرفي على نفسك، طب مفيش شغل ومش هتروحي الشغل ده تاني. وحلف عليها انها تبطل شغل. وفي نفس الوقت الاهل طبعا رافضين تماما موضوع الطلاق، وكمان هتروح فين هي والعيال وهتبقى مطلقة، يعني خروجها للشغل برضه هيبقى صعب. ومن الاخر يعني مين اللي هيصرف عليكي وعلى اولادك
على الاقل انت بتشتغلي وبتروحي وتيجي على اساس ان الناس عارفه انك انت برضه متجوزه. انما لو عرف ان انت مطلقه هيبتدي التعامل بشكل تاني، والناس في الحالات دي ما بتتقيش ربنا، ما بيصدقوا يلاقوا واحده اسمها مطلقه، وكل واحد عايز ينهش فيها شويه. المهم طبعا ما قدرتش تقنع اهلها انها تتطلق، وشويه لما الاحوال ساءت تاني جدا ما بقاش فيه فلوس، رجعها تاني جوزها تشتغل، وفضلت مستحمله الاهانات والضرب وعايشه تربي اولادها، وفي نفس الوقت هو حاله مش بيتصلح، وبالعكس كل يوم يزيد اكتر واكتر. حتى حقوقها الزوجيه المخدرات خلته ما بقاش بيقوم بيها ولا بيهتم، ومع ذلك هي صابره ومستحمله ومفوضه امرها لله، وتستمر الحياه على هذا المنوال. وتعدي الشهور ويجي العيد، وتنزل تجيب لبس العيد لأولادها وطبعا زوجها، ويهل أول يوم للعيد. صحي الصبح ولبسوا وراحوا عند أهله علشان يعيدوا على أبوه وأمه، والولاد يشوفوا جدهم وجدتهم. أحمد بقى كان عنده أخت، الأخت دي كانت نسبة جمالها قليلة شوية، سامية جميلة جدا. أخته دي كان اسمها فاطمة. فاطمة ما كانتش بتحب حاجة اسمها سامية مرات أخوها، النفوس كده بيبقى فيها حاجات نتيجة إنها أحلى منها. فاطمة متجوزة ومعاها أولاد، وللأسف أثناء وجودهم عند بيت أهله يحصل مشكلة ما بين فاطمة وسامية بسبب الأولاد. الأولاد هما بيلعبوا مع بعض، ابن فاطمة شد ابن سامية من هدومه، قطع له هدوم العيد. الولد طبعا قاعد يعيط، الأم ما استحملتش فزعقت في ابن فاطمة اللي ما استحملش وقعد يعيط، وبالتالي فاطمة ما استحملتش، انت ازاي تشخطي في ابني؟ ودبت خناقة ما بينهم، والبيت اتكهرب، والجد والجدة يحاولوا يلموا الموضوع أبدا. وهنا أحمد راح مسك سامية مراته وراح ضربها قدام أهله. طبعا قعدت تعيط، أبوه وأمه حاولوا يرضوها يقولوا لها معلش ما تزعليش والكلام اللي احنا عارفينه ده، وفعلا الموضوع خلص، وآخر الليل روحوا بيتهم. وهنا حصلت مشكلة كبيرة. ليه؟ هم وصلوا من هنا ولقوا الباب بيخبط، هو قام فتح، كان في 3 من أصحابه جايين يسهروا عنده، هو عازمهم عنده في البيت، وطبعا هيشربوا مخدرات، وقال لها خدي العيال وادخلوا الأوضة. دخلت الأوضة، فضلت محبوسة لحد بعد الفجر. بعد ما خدوا سهرتهم مشيوا بعد الفجر. وهنا طبعا هي كانت مخنوقة مش قادرة تستحمل، انت كمان جايب اصحابك وحبسني في الأوضة، انا خلاص مش قادر استحمل، انا هاخد العيال وهمشي، وانت لازم تطلقني، فانا مش عايزة منك حاجة، انت عايزة تطلقي هنرجع تاني لموضوع الطلاق ده، انا عمري ما هطلقك، انت بقى عايزة تطلقي عشان تروح تتجوزي واحد تاني، انا شاكك فيكي ان انت عارفة حد وماشية معاه من شغلك، انت مراتي وهتعيشي معايا برضاكي او غصب عنك، هتعيشي معايا. طبعا الصوت ابتدى يعلى والجيران كلهم سامعين الكلام، واولادهم صحيوا من النوم. طبعا هي كانت بتصرخ وتقول له هو انت بتتكلم كمان في شرفي؟ انا كده مش هعيش معاك، وانا همشي دلوقتي وهاخد العيال. كلمه من هنا وكلمه من هنا، راح نازل فيها ضرب. قالت له انت بتضربني؟ طب انا هروح لاهلي واقول لهم ان انت بتجيب رجاله عندي هنا في البيت ومش مراعي حرمه بيتك وبتشرب مخدرات، وكمان هروح المركز ابلغ عنك. هو بقى سمع الكلمتين اللي قالتهم دول وركبوا شيطان، راح نازل فيها ضرب تاني وقال لها لو خرجتي بره البيت هذبحك. كل ده طبعا والعيال قاعدين يعيطوا ويصوتوا، اطفال صغيرين سامعين كل اللي بيحصل ده. سامية بقى بسرعة وهي في عز انفعالها وكأنها ما سمعتش ولا كلمة من اللي قالها لها، راحت حطت الطرحة على راسها وفتحت الباب وخرجت وجريت ووصلت الشارع. وفجأة لقت جوزها جاي وراها بيجري وهو بيشتم، وزي ما قلنا كان راكبه عفريت، وتريه دخل المطبخ جاب سكينة ونزل وراها. هي جريت بسرعة ولكنه لحقها
وراح ضاربها في ظهرها ضربتين بسكينة وقعت على الأرض، وهو في حالة هستيرية. الشارع ما كانش فيه ناس كتير، كل ده حصل في دقيقة. الناس والجيران على ما استوعبوا اللي حصل كان هو نزل فوقيها ومسك راسها وفصل راسها عن جسمها، وبعدين قعد جنبها يبص عليها ويبص على نفسه، مراته مذبوحة والدم مالي المكان، وقعد قدامها في حالة ذهول. مشكلة بقى إن ولاده كانوا خرجوا وراه وشافوا المنظر ده من أوله. العيال طبعا في حالة انهيار، بيتنططوا ويلطموا، مش قادرين يقربوا لأبوهم ولا لأمهم، نفسهم يحضنوها بس خايفين أبوهم ذبح أمهم. كارثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي في الشارع اتجمعت وقدروا ياخدوا منه سكينة. طبعا الشرطة جت، تم القبض عليه، وللأسف طبعا وهو ده المتوقع إنه يتحكم عليه بالإعدام شق. طب أنت عملت كده ليه في لحظة غضب ولحظة جنون؟ كل ده طبعا بسبب المخدرات اللي كان شاربها هو والجماعة اللي كان معاه. طب ولادك دول ما فكرتش ليه في ولادك دول؟ مين اللي هيربيهم؟ وكمان المنظر اللي هم شافوا فيه أمهم ده، وانت كمان انت اللي عملت كده فيها. العيال طبعا فقدوا أمهم وفقدوا أبوهم. يا أخي كنت سيبها وطلقها، سيبها جنب عيالها تربيهم وتاخد بالها منهم بدل ما يتلطموا. هو صحيح ربنا موجود وكل حاجة، بس الدنيا مش حنينة، الدنيا صعبة. كنت سيبها تبقى موجودة جنب عيالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا اتدفنت، وأهل القرية كلهم كانوا وراها، وأولادها راحوا بيت جدهم لأمهم، وهو طبعا أخد إعدام. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو ممكن تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ويا ريت لو تدعموني وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم القصص الجديدة. سلام عليكم.